السلام عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. بصوا، هنعمل النهارده لوك الميك اب دوت لبنات الجامعه. فلو انتوا حابين تعرفوا استخدمت ايه البرودكت اللي عملتها واستخدمتها، keep on watching. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا الفيديو. وانا بحط الميك اب زي ما انتم شايفين عندي برد مخنفه شويه، فقلت اصور لكم برضه. احط زبده كاكاو، اهم حاجه تبقى موجوده معانا على طول زبدة الكاكاو. عايزين بس نتكلم في نقطة، ان كل ميك اب وكل انت ممكن ما تروحي الجامعة من غير ميك اب خالص. كل حد وليه ذوق في الميك اب. دي لونا. في حد هيحط ميك اب كتير، في حد هيحط ميك اب قليل، في حد مش هيحط ميك اب خالص. ممكن يعني الميك اب اصلا يعني مش حاجه حلوه ان انت تحطيها كل يوم باستمرار، وبالذات الفاونديشن. فاهم حاجه بس ان انت تهتمي ببشرتك، السكين، تستثمري في البشره نفسها. اوكي، فانا بس ايه هحط معاكم الحاجات الاساسيه اللي انا بجد هحطها حالا اهو. انا اصلا يعني نازله، فاللي انا هحطها معاكم هي دي اللي انا بحطها بعتمدها. عايزه اقول لكم ان انا في الجامعه، لما كنت في الجامعه، يعني عايزه بس ان احنا نحط معاكم، عايزه اقول لكم بس كذا حاجه هي اللي انا هستخدمها النهارده. اول حاجه سان سكرين، ضروري جدا جدا عشان الشمس، عشان بشرتنا لازم نحط سان سكرين. لو هو فيه تنت لون كده يبقى احسن، ما تحطيش فاونديشن. بعد كده تاني حاجه كونسيلر، ده اساسي. نحط كونسيلر. باودر مش مهم خالص خالص، انا مش بحب الباودر اصلا، مش بحطها خالص، يعني بحطها بس بقيت احطها لتحت عيني مش اكتر. ماسكارا. تنت اللي هو التنت اللي هو التنت يا جماعه الكريمي. تنت بجد حلو قوي، كريمي، وبيدي لوك كده كيوت وحلو. وليبستيك روج او ليب جلوس، مش اكتر من كده. هو ده الميك اب اللي المفروض نعتمده، يعني ده كده انا حاطه ميك اب يعني. ف ده سوري على كده انا دايخه البرد زي. اول حاجه بحط ميه ورد، انا حاطه ميه ورد هنا، هرش ميه ورد على وشي كله. بتدي كده ايه، بتدي افكت كده، بتخليكي كده ايه يعني. انا بس عايزه بتدي ريفرش كده للبشره. بعد كده هحط من لوريال السيرم دوت بتاع لوريال. اوكي، ليه بقى انا بحب السيرم بتاع لوريال ده جدا جدا جدا، بيخلي البشره بلمبت كده، وبيبقى حلو قوي قبل الميك اب. يعني انا بحطه في الروتين بتاعي، بعتمده على طول. اوكي، انا بفضي بس من الازازه عشان هي قربت تخلص. فانا اهم حاجه تحطي على الحاجات دي. بصوا يا بنات، ده البرايمر بتاع شي جلام اللي هو الاخضر. بصوا انا مطقمه مع البرايمر. البرايمر ده حلو قوي ليه؟ لان هو مرطب، انا بستخدمه كمرطب. انت ممكن تستخدمي مرطبات كتيره موجوده في السوق، بس انا بحب استخدم ده. يعني بحس ان هو بيرطب وبيخلي الميك اب يلزق فعلا، فانا بحب استخدمه بصراحه. بس هو مشكلته ان انا ما بحبش البودر، ولما حطيتش بودر بجد بيخلي البشره ملزقه بشكل مش طبيعي. فلازم تحطي بودر بتثبت بعده، تثبتي بيه يعني. وغالبا برضو هثبت عيني بس، يعني تحت عيني بس. خلينا اتكلم معاكم بقى ايام الجامعه انا كنت بعمل ايه في الميك اب. حط من السان سكرين دوت اللي هو ديرما اكتيف. ديرما اكتيف هو مش احسن حاجه، بس يعني ده اللي لقيته يعني، وكان في البادجت بتاعتي. ده يبقى حلو قوي للبنات بتاعه الجامعه ان هي ممكن تجيبه. انا بقى ايام الجامعه كنت بعمل ايه؟ انا كنت بلبخ الدنيا مع ما بحطش، كنت دحيحه جدا في الثانويه العامه، فكنتش بحط ميك اب خالص خالص. فداخله الجامعه بقى إيه، جايبه بقى يعني ميك اب، وحاطه فول ميك اب وانا رايحه، ولابسه كعب وميك اب تقيل، يعني اللي هو مش ميك اب يتحط للجامعه. يعني انا دلوقتي بقيت بحط الميك اب اللي المفروض كان يتحط ايام الجامعه. فلا، كنت مش فاهمه خالص، كنت بحط ميك اب تقيل وخلاص. اللي هو انا بلطع كده وخلاص على وشي، ده كانش صح، مش صح خالص. انا بحب الميك اب جدا جدا وعندي برودكت كتير، بس انا بهتم اكتر ببشرتي. يعني بقيت دلوقتي بهتم اكتر ببشرتي. بحط الميك اب خفيف جدا جدا بالنسبه للي كنت بحطه ايام الجامعه. عارفه ايه اللي يخلي بشرتي يبرز؟ بالنسبه للناس ممكن يكون كتير، وبالنسبه للناس تانية ممكن يبقى بسيط خالص، يعني على حسب. فلا، انا كنت بحط ميك اب
في الجامعة بغباء، فبقيت بقى فاهمة دلوقتي ايه اللي يتحط، وبقيت اعرف احط كمان، يعني مش بقيت فاهمة بس بقيت عارفة استخدم الميك اب ازاي وايه التكنيكس بتاعتها. فكنت بلبخ الدنيا خالص. فدوت طبعا سان سكرين، تعرفين السان سكرين لازم يتحط كويس قوي على البشرة كلها عشان الشمس. اوكي، ده بلون انا كنت بحب فارماسيرز قوي، بس هو مبقاش ينزل في السوق خالص، فلو حد يعرف يقول لي عشان انا بحبه جدا. انا هكتفي بس بده على فكرة، مش هحط غير السان سكرين. اوكي، ده ضروري يبقى موجود قبل الميك اب، قبل اي حاجة يبقى موجود معاكي. ده كونسيلر الايجار اللي حلو قوي في البادجت بتاعتكم. وفي كمان كونسيلر بتاع فيت مي، اللي هو هسيب لكم صورته هنا، ده برضو بحبه قوي بستخدمه على طول. فانا هفتح بالكونسيلر عشان اصلا البتاع اللي انا حاطه ده غمقني. احط هنا وهنا واحط هنا وهنا. وانا بصوا بايدي، انا لا بحب ادمج ببراش، ولا بحب الاسبونج بس هحطها في الاخر عشان بس لو في زيادات هي تشيلها، مش اكتر من كده. الكونسيلر هدمجه وانزله على تحت، فهو مغمق قوي بصراحه، يعني السان سكرين مغمق وشي قوي. ده غير طبعا ان الحراره والشمس. بصوا اول حاجه هدوس بدي كده الاسبونج عشان لو في اي زياده بس ايه تروح، وهثبت بس بالبودر تحت العين. فانا بدمج عشان ما يبقاش الكونسيلر مشقق، وبحط الباودر دي من نوت انا بحبها قوي، اللي هي الكومباكت باودر. اوكي، وبنرفع عينينا لفوق كده ونحط الباودر. انا بس بثبت تحت عيني مش اكتر، ليه؟ عشان ما يشققش، واخد بالباقي كده احطه هنا. اوكي، احنا كده عندنا ايه؟ عندنا الحاجات اللي احنا بنحطها للجامعه. بحط سان سكرين، بحط كونسيلر، بحط تنت. عندك تو اوبشنز للتنت، وماسكارا وليب جلوس. بس عندك التنت ده وعندك التنت ده. بصي عندك كذا شكل من التنت. ده التنت المائي كنت حطيه حلو برضو قوي التنت المائي دوت. ليه؟ ده اهم حاجه اصلا في الميك اب كله اصلا، يعني مهم جدا تحطي ده عشان بيدي شكل كيوت وبيورد الخدود كده. وده طبعا بتاع شي جلام غني عن التعريف، وده بتاع شي جلام. بصوا انا بحب ده قوي. ده اهو اللي بيبقى كده، احط منه وهدمجه حتى بايدي. هو قوي على فكره، بس هو الدرجه دي اللي هي اون بوينت بحبها قوي. والشي جلام ده اللي هو الكريمي اللي بيقلب فيلفت. اوكي، قدامك كذا اوبشن، شوفي انت هتستخدمي ايه وتحطيه. اوكي، بس كده هحط عليه باودر بقى، هحط عليه بلاشر باودر عشان يثبته ويخليه اكتر. يعني لو هتحطي فلوسك في حاجه حطي فلوسك في البلاشر، فانا بحب البلاشر قوي. البلاشر اللي انا بستخدمه دوت كنت جايباه من اخر العنقود، ودي الفرشه من تكنيك ريال تكنيك كنت جايباها برضو. هحط بقى البلاشر، اخد منه كده وانفخ واحط ونضحك. واللي يتبقى تحطيه على الجفن. ميك اب خفيف خالص، ما عملناش اي حاجه خالص. بعد كده هنستخدم الماسكارا الاشهر بجد، يعني انا ملقتش زي الماسكارا دي، اسنس لاش برنسيس الخضراء، مفيش زيها ومش هيجي زيها. فانا بنصحكم بيها الماسكارا دي بجد. ادي ماسكارة اللاش برنسيس. مش عايزه تتفتح. بجد يعني من احلى الماسكارات، هتشوفوا دلوقتي الفرق. بصوا بجد، بصوا من اول كوت، يعني مش ممكن مفيش ماسكارا كده. انا بقى جربت ماسكارات كتير، مفيش ماسكارا بتدي الافكت ده بجد.
شايفين شايفين العين دي والعين دي؟ لا مفيش بجد كده مفيش. معلش انا عايزه اوريكم التكنيك بجد. شايفين الفرق؟ نحط بقى الليب جلوس. انا بحب ده كان من بريتي وومان، درجه كده حلوه انا بحبها، بحط عليها ليب جلوس. هي لون بينك يعني بامبا فاتح قوي كده. بحط عليه الليب جلوس ده من تشاو، انصحكم بيه بجد، انصحكم بيه. الليب جلوس ده من تشاو كان ب60 جنيه اخر مره. احلى ليب جلوس ممكن تجيبوه في حياتكم. حلو جدا 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 وبيجمنتد جدا وساتوريتد جدا، يعني بيحط كتير. بصوا بيخليكي حاسه كانك حاطه اسمه ايه ده، كانك عامله فيلر لشفايفك. وانا شفايفي كبيره بس هو بيخليني حاسه كاني حاطه فيلر. بس كده ده كان الميك اب، مفيهوش اي حاجه، مفيهوش اي افتكاسه يعني. انا بس حبيت اوريكم انا بحط ايه. ما كنت بحط طبعا في الجامعه اكتر من كده بكتير، وبهبل، وكنت اصلا مش بعرف احط. لا دلوقتي بقيت بحط كميه اقل. وبحط انا عارفه انا بحط ايه وبستخدم ايه وايه التكنيك وايه الحاجات اللي بتناسبني وبتليق عليا وايه اللي لا. فالحاجات دي بجد هي تفيد للجامعه. اللي هيشوف الحاجات دي كتير ما يحطهاش، اللي هيشوف الحاجات دي قليله. انا شايفه ان ده كده كويس جدا جدا لجامعه. بس حتى ما حطيتش ايلاينر، مش حابه احط يعني، عادي يعني. ف بس قولوا لي ايه رايكم في اللوك ده، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتركوا سبسكرايب لو عجبكم، وتعملوا لي فولو على الانستجرام وتشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر. وتقولوا لي اعمل لكم فيديوهات ايه تاني، سيبوا لي في الكومنتات اعمل لكم فيديوهات ايه تاني. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.